بيبدأ فيلمنا مع ترافيس، وده طفل جريء ومتهور، ومعاه صاحبه هاريسون، وده بقى هادي وعاقل كده ورزين، بس للأسف بيكون متأثر بصاحبه في كل حاجة، وبيكونوا ماشيين في منطقة صحراوية مهجورة تقريبا لأنهم هربانين من بيوتهم. وطول الطريق وهم ماشيين ترافيس بيعلم هاريسون الألفاظ القذرة على أساس يعني إنه كده بيخليه يبقى جامد. وهم ماشيين بيلاقوا سلك شائك بيعدوه بالراحة أحسن يتعوروا، لحد ما بيلاقوا شق تعبان بيفضلوا يدخلوا العصاية جواه علشان يطلعوا التعبان، ولما ما بيعرفوش يخرجوه بيحطوا عصيانهم في الشقة عشان يحبسوه بيكملوا طريقهم لحد ما بيشوفوا عربية شرطة واقفة بعيد. ترافيس بيخاف يكونوا بيدوروا عليهم عشان يسجنوهم بسبب اللي بيعملوه، فبيستخبوا منها في الزرع، وبعدها بيضربوا طوبة على العربية عشان يعملوا تمويه للظابط اللي جواها ويعرفوا يهربوا. وبعد ما بيحدفوا الطوبة ترافيس بيخاف انهم يلاقوا الطوبة وعليها بصماتهم ويسجنوهم، فهاريسون بيعترض وبيقول له اكيد العربية دي فاضية، لان بابا كان بيحكي لي انهم بيسيبوا عربية شرطة واقفة على الطريق عشان تمنع الناس انهم يعملوا حاجة غلط. ترافيس بيقترح انهم يروحوا يلمسوا العربية عشان يعرفوا فيها حد ولا لا، وفعلا بينزل يلمس العربية ويرجع بسرعة، وطبعا هاريسون بيقلده وبينزل يلمس العربية هو كمان ويرجع، وفضلوا يكرروا الحركة دي كذا مرة لحد ما اتأكدوا انها فاضية وما فيهاش حد. وبعد ما اتأكدوا بدأوا يقربوا منها ويبصوا جواها وبيعرفوا انها فاضية، وعشان كده اتجرأوا وحاولوا انهم يفتحوها، وبيجربوا كل الابواب بس للاسف مش راضية تفتح ما عدا باب السواق هو الوحيد اللي هاريسون فتحه بكل سهولة. ترافيس لما لقى الباب اتفتح اتبسط جدا ونط جوه العربية وبيقول لهاريسون يلا اركب، بس هو بيخاف وبيشاور له على ازازة مشروب على كبوت العربية اللي قدام، وده معناه ان في ضابط قريب منهم وممكن يجي ويقبض عليهم. بس ترافيس بيفضل يعمل اصوات زي الكلاكسات ببقه وكأنه سايق، وطبعا هاريسون لازم يقلده وبيركب هو كمان العربية، وبيفضلوا يلعبوا ويقلبوا فيها لحد ما ترافيس بيلاقي المفاتيح، ولما بيحطها في العربية وتدور بيخافوا وبينزلوا ويجروا بعيد، بس بعد شوية بيهدوا وبيرجعوا يدخلوا جوه العربية تاني. وترافيس بيحاول يشغل العربية ويسوقها عشان يمشوا بيها، مع ان هاريسون ما كانش موافق انهم يسوقوها وبيقول له انهم كده هيدخلوا في مشاكل، لكنه بيقول له انها ما فيهاش حاجة، وهو مين يعني هيوقف عربية شرطة ماشية ويسألها عن رخصة؟ وبعدين انت ناسي يا ابني ان كنت في الشرطة المدرسية كام سنة، يعني تقدر تقول عليها شرطي قديم. والحقيقة ان كلام صاحبه ده اقنعه جدا وخلاه يركب معاه ويسوقوها ويمشوا بيها وهم مبسوطين جدا بالتجربة دي. وفي اللحظة دي بيظهر الشريف كريترز، وهو ده بقى ضابط فاسد لقوا قتله قتلة كمان، بيقف بعربيته في مكان بعيد عن السكان وبيبدأ يقلع بدلته، ولما بيتأكد إن مفيش حد في المكان بيفتح شنطة عربيته ويطلع منها جثة راجل وبيجره لحد ما بيوصل لبلاعة كبيرة وبيرميه فيها، ولما بيلاقي فردة جزمة الميت ناقصة بيرجع يجيبها ويرميها معاه في البلاعة، وطبعا لانه ظابط عارف ازاي يخفي اثار الجريمه. وبعدين بيطلع شكاره جبس من شنطته ويدلقها على الراجل جوه البلاعه، وبيقعد يرتاح شويه ويولع سيجاره، ولما بيرجع بيكتشف ان عربيته اختفت، وبنعرف انه كان مستخدم عربيه الشرطه عشان ينقل جثه شخص مقتول ودفنه في الصحراء. وبيجري بسرعه يتصل بالشرطه ويسالهم اذا كان في حد استخدم راديو عربيه الشرطه بتاعته ولا لا، ولما الظابط بتساله ليه في مشكله معاك ولا ايه بيكذب عليها وبيعرف ان الراديو بتاعه فيه تشويش، وممكن يكون شويه شباب كده او حد اخترق السيستم عن طريق القمر الصناعي وبعت رساله على الراديو بتاعي، بس بتاكد له ان محدش استعمل الراديو بتاعه وان لو محتاج مساعد تبعت له قوه من الاسم، بس هو بيعرف انه ما عندوش اي مشكله وهيتصرف في موضوع اختراق الراديو ده، وبيقفل معاه وبيروح بسرعه يقفل البلاعه اللي دفن فيها الراجل وبيمحى اي اثر للجريمه، وبيعرف فورا ان في مصيبه حصلت له وبيجري بسرعه يدور على عربيته اللي هنا بنعرف انها اللي اخدها الولدين الصغيرين ترافيس وهاريسون. ومن اللحظه دي بيتحول الفيلم والمطارده نفسيه مرعبه ما بينهم وبين الضابط، وبنشوف الولدين وهم بيلعبوا في كل حاجه في العربيه وبيفتحوا اللابتوب بتاعه يدوروا فيه على العاب، وبعدها بيلعبوا بجهاز اللاسلكي وفجاه بيلاقوا واحده بتتكلم وترافيس بيقترح عليه انه يرد عليها، بس خافوا يكونوا عارفين اصوات الضباط كلهم فبيرجعوا في كلامهم وما يردوش، وهاريسون يطلب من ترافيس انه يسوق شويه بداله وبيعلمه ازاي يسوق قبل ما يسلموا الدريكسيون، وبيبدلوا مع بعض الاماكن عشان هاريسون بقى هو اللي هيسوق، اما الضابط فلسه بيجري في وسط الصحراء وبيدور على عربيته اللي بيكون خايف يبلغ عنها يكتشفوا الجريمه اللي هو عملها، وبيعدي من وسط السلك الشائك اللي كان عدى من عنده الولدين وهم ماشيين، وبعدها بنشوف الولدين بيكتشفوا ان في اسلحه كتير في العربيه، وفي اثناء ما هم ماشيين بالعربيه على سرعه هاديه طبعا بيتفاجئوا ببوابه حديد مقفوله بقفل، وبعدها طريق سريع والمفروض انهم هيمشوا فيه. ترافيس بينزل من العربيه وبيقول له انا هتصرف في موضوع البوابه ده، وبعدها طبعا هنسوق على الطريق السريع عادي، وبيفضل يضرب في البوابه برجله علشان يفتحها لكنه ما بيقدرش يكسر القفل، فبيقترح عليه انه يخبطها بالعربيه ودي اللي هتقدر تفتحها. هو فعلا هاريسون بيفضل يحاول واحده واحده بالراحه لكن برضه مش بتفتح لحد ما بيدوس بنزين جامد والعربيه بتفتح البوابه وتجري بيه، ولما بتهدى بينزل ينادي على صاحبه وطبعا بيسيبها دايره فبتمشي العربيه لوحدها،
وبيركبوا بسرعة وبيجروا يسوقوا وهم مبسوطين جدا من التجربة اللي هي بالنسبة له لعبة حلوة مش أكتر. وترافيس بيشوف إنهم ماشيين بسرعة قليلة جدا 30، ولازم يجربوا إنهم يزودوا السرعة عشان يحسوا بمتعة أكتر، وهو بيقول له تعالى نجرب على 100 مثلا، لكن صاحبه بيرفض لأنه هادي ومش حابب السرعة العالية، وعلشان كده بيبدلوا الأماكن تاني، وترافيس هو اللي هيقعد مكان السواق وبيسوق بسرعة جنونية بتخلي صاحبه خايف جدا، وبيربطوا أحزمة الأمان وبيفضلوا يصوتوا وهم مستمتعين على الآخر، والعربية بتتشال وتتهبد على الأرض. وفي الوقت ده بتظهر على الطريق ست ماشية بعربيتها وبتشوف العربية وهي مش مظبوطة على الطريق، ولما بتركز فيها بتشوف الولدين الصغيرين هم اللي سايقين، وفي الناحية التانية بنشوف الظابط كريترز لسه بيجري وبيدور على العربية بتاعته لحد ما بيتعب وبيخش بنزينة فاضية، وهناك بقى بيلاقي عربية قديمة مركونة وبيحاول ينزل الازاز وفعلا بينزله شويه، وفجاه بيخرج واحد من البيت فبيستخبى لحظات، وبعدها بيطلع رباط جزمته عشان يعمله خطاف وبيحاول يفتح الباب، وفعلا بعد محاولات كتير قدروا انه يفتح الباب ويركب جوه العربيه، وبنشوفه بيقطع سلك العربيه وبيوصله ببعضه، والعربيه بتدور وبيمشي بقى بسرعه من المكان قبل ما حد يلاحظ وجوده، وهو ماشي بيلاقي قدامه اشاره مرور بيقف فيها وبيكون قلقان حد يشوفه، وفعلا في واحد بياخد باله منه وبيفضل يبص له، ولما بيروح عليه عشان يكلمه اشاره المرور بتفتح وبيجري بسرعه ويهرب منه، وبيفضل ماشي بالعربيه وهو بيدور هنا وهناك لربما يلاقي عربيته، لكن للاسف اللي حصل له كان اسوأ من كل اللي هو فيه. فجاه ظهر وراه ظابط راكب موتوسيكل وشكله كده مراقبه لانه مخالف، وكريترز بيتصل بمكتب الشرطه وبيقول لهم ان لو في دوريه في المنطقه دي تتلغي، ويقصد المنطقه اللي هو ماشي فيها، لكنه مش بيلحق يلغيها، والظابط بيوقفه وبيبقى مش عاوز يعرف شخصيته الحقيقيه، عشان كده بيدور في العربية على أي حاجة يتنكر فيها، وفعلا بيلاقي طاقية بيلبسها وبيبص الناحية التانية عشان الظابط ما يعرفوش، وبيطلب منه الرخص ورخصة العربية، لكن كريترز بيفضل يتلكع ويعمل نفسه بيدور على الورق عشان يكسب وقت، والظابط بياخد باله انه بيستعبط ومش عاوز يديله الورق، وعلشان كده بيطلب منه ينزل من العربية، وكريترز بيمسك المسدس بتاعه وبيستعد لانه خلاص ما بقاش قدامه حل تاني غير انه يهرب، لحد ما الظابط بتجيله اشارة ان في حادثة سطو في المنطقة ولازم يروح فورا عشان يغطيها، وده طبعا انقذ كريترز من مصيبة مؤكدة، واستنى لما الظابط مشي بعيد ونزل يجري من العربية، وبعد كده بنشوف الست اللي كانت شافت الولدين الصغيرين وهم سايقين العربية على الطريق وهي بتدخل مطعم، والويتر بيسألها عاملة ايه النهاردة، فبتقوله انها النهاردة شافت اكتر حاجة مجنونة على الطريق، بس هو ما سمعهاش واستأذنها ومشي، وهي بقى فضلت مركزة في حوض السمك كتير جدا وبتكون مصدومة من اللي شافته، وفي نفس الوقت بيدخل المطعم اتنين ظباط وبياخدوا سندوتشاتهم وهم ماشيين بتنادي عليهم وبتروح وراهم، وبنشوف كريترز وهو لسه بيدور على عربية يتحرك بيها، وبيروح على بيته، واول حاجة بيعملها انه بيركب العربية بتاعته الخاصة بيه وبيتصل بمركز الشرطة، والظابط بتبلغه ان في تشويش في الراديو بتاعه، وهو بيقول لها انه طبيعي وانه كان بلغها بده قبل كده، وبتعرفوا ان في عربية ظابط مسروقة بس لسه مش عارفين بتاعت مين، بس هو بينفي الكلام ده وبيقول لها ان كل العربيات مع الظباط وما فيش حاجه مسروقه وان التشويش بس في الراديو مش اكتر، فبتعرفوا ان في ست في المطعم بلغت الشرطه ان ولدين صغيرين اقل من 10 سنين سايقين عربيه شرطه، وده بيخليه يضحك لان اللي عملوا فيه كده اتنين اطفال، وبدا يعمل اصوات في التليفون عشان يفهمها ان ده تشويش الراديو وانها لازم تغير الارسال، وكل الظباط يبلغوه فورا انهم غيروه، وبدا الظباط كل واحد فيهم يغير محطه الارسال ويبلغ في الراديو ايه اللي عربيته ما بلغتش، وده طبعا معناه انهم ما استخدموش الراديو، وبينزل من العربيه وبيدخل على بيته، فبيتعصب من الكلاب والدوشه اللي عملوها وبيمسك الفازه وبيكسرها ويرميها على الارض، وبيرجع تاني لعربيته بعد ما اتاكد ان كل الظباط غيروا من على القناه السابعه ما عدا هو عشان محدش يسمعه وهو بيكلم اللي سرقوا عربيته، واتصل براديو عربيته وبعت لهم رساله وبيقول لهم انا عارف انكم اولاد صغيرين ويمكن تكونوا بتهزروا، لكن سرقه عربيه ضابط شرطه ده غباء منكم، وبما انكم عملتوه فاحب اقول لكم ان دي جنايه وعقوبتها السجن مدى الحياه، والحل الوحيد عشان تخرجوا من المحنه دي انكم تسلمون العربيه زي ما هي وما فيهاش اي مشاكل، بس قولوا لي انتوا فين دلوقتي وانا هحل المشكله دي، وطبعا هو بيتعب نفسه على الفاضي وبيكلم نفسه لانهم اخدوا كل الحاجات اللي كانت في العربيه ونزلوا يلعبوا بيها، يعني مثلا شريط التحذير رابطين نفسهم بيه وبيشدوا في بعض وموقفين بندقيه وبينطوا من عليها، وبعدها ترافيس بيلبس هاريسون الدرع الواقي للرصاص وبيوقفه ثابت في نقطه معينه وبيكون عاوز يسدد عليه بالسلاح اللي معاه، ولحسن حظهم مش بيكون عارف يستخدم السلاح ده، فبيقول له اكيد السلاح ده بايظ او خلص منه الرصاص، فين المسدس الصغير عشان انشن عليك بيه، هاريسون بيكون خايف فبيخبي المسدس وبيقول له معرفش هو فين، وهاريسون بيدخل العربيه عشان يجيب رصاص للسلاح، بيسمع صوت الظابط وهو بيتكلم في اللاسلكي وبيخاف ويجري ينادي هاريسون،
وهو بيقعدوا في العربية يسمعوه، وهو بيقول لهم إنهم لازم يسلموا العربية بسرعة قبل ما يتقبض عليهم ويتسجنوا، وهو مش حابب يأذيهم وهو عايز عربيته بس. ولو مش عارفين تشغلوا لاسلكي سهلة، دوسوا على الزرار الأسود واتكلموا. وترافيس بيقول له يلا نجمع حاجاتنا بسرعة ونحطها في العربية ونمشي من هنا قبل ما يلاقونا. إنما هاريسون فكان رأيه مختلف، إنهم مش هيمشوا بالعربية تاني لأن دي جنحة وممكن يتسجنوا ومحدش يلحقهم. ترافيس بيزعق فيه وبيقول له احنا مش هنسلم حاجة، خليك شجاع بقى وبطل جبن، انت جبان قوي، ده انت كنت ساعة على سرعة 35، انا هسوق بسرعة كبيرة ومحدش هيقدر يمسكني او يقبض عليا. وفي عز ما هما بيتخانقوا بيسمعوا صوت جاي من شنطة العربية، بيفتحوا الشنطة وهنا كانت المفاجأة، الشنطة موجود فيها راجل متعور وبينزف. ولما فتحوا عليه وهم ماسكين الأسلحة فضل يصرخ ويقول لا ما تقتلنيش، أنا ما عملتش حاجة، أنا هنفذ كل اللي تطلبه مني بس ما تقتلنيش، وكفاية عليك إنك قتلت أخويا. لحد ما أخد باله إنه مش الظابط كريترز، وبيسألوه أنت راجل طيب ولا شرير؟ وبيقول لهم إنه راجل طيب وكان مستني حد ينقذه، وإن الظابط هو الوحيد الشرير، وبيسألهم هو فين وبيطلب منهم إنهم يفكوه، وبيسيبوه يمشوا بعيد وهو بينادي عليهم يرجعوا له، بس هما كانوا بيبعدوا عشان يتشاوروا هيفكوه ولا لأ. وفعلا بيوافقوا بس بشروطهم، اولا ما يبلغش عنهم بعد ما يفكوه، ثانيا ما يقولش اللي بيحصل ده لاي حد سواء جدتهم او مدرستهم او جوز ام ترافيس، وهو طبعا بيوافق على كل شروطهم. وبيحاولوا يفكوا الرباط اللي في ايده لكن للاسف ما بيقدروش، فهاريسون بيقترح عليه يضرب عليها نار. الراجل بيقول لهم لا ما ينفعش، احنا عاوزين اي حاجه حاده سكينه مثلا. وترافيس بيقول له خلاص بقى طالما هتتعبنا خليك مش لازم نخرجك. الراجل بيقول له لا انا لو قعدت هنا تاني هموت، وبعدين لازم احذركم من كريتزر لانه مجرم شرير ولازم تخلوا بالكم منه. وبيدوروا على سكينه لحد ما بيلاقوها، وقبل ما يفكوا الرباط كان في شرط اخير، وهو انه ما يضحكش عليهم وياخد منهم عربيه الشرطه لانها خلاص بقت بتاعتهم ومش هيسمحوا لحد انه ياخدها منهم. الراجل بيقول لهم لا طبعا مش هاخدها، ده انا هديكم فلوس وحلويات كتير، ولو عايزين صور بنات حلوه كمان انا ممكن اجيب لكم، وكل ده طبعا علشان يفكوه. وبعدها بنشوف الظابط كريتزر وهو في حمام بيته، وبيكون باين عليه التعب والاحباط، وبيفضي مخدرات كتير في الحمام، ده مش بس قتل هتله، ده طلع تاجر مخدرات كمان. وبيدخل على اوضته وبيطلع اسلحته وبطاقته وحاجات تانية كتير وبيحطها في شنطته وبياخدها ويمشي. وقبل ما يخرج من الباب بيسمع صوت الولاد بيكلموه في الراديو، وهاريسون بيقول له احنا اسفين عشان اخدنا عربيتك بالغلط، واتمنى انك تسامحنا وما تقبضش علينا، ودلوقتي احنا محتاجين مساعدتك. كريتزر بيفرح جدا انه اخيرا لقى عربيته، وبيقول لهم ما تخافوش انا هوديكم لحد بيتكم ومحدش هيعمل لكم حاجه، بس اهم حاجه ما تلمسوش اي حاجه من اللي في العربيه لان فيها اسلحه كتير خطر عليكم وممكن تاذيكم، ويا ريت ما تكونوش فتحتوا شنطه العربيه لانها فيها حاجات اخطر من الاسلحه. وهاريسون بيقول له لا ما فتحناش حاجه ولا لعبنا في حاجه. كريتزر بيقول لهم كده كويس، اهم حاجه دلوقتي انكم تقعدوا في الكرسي اللي ورا ومالكوش دعوه باي حاجه لحد ما اوصل لكم، واي حد يجي ناحيتكم تقولوا له ان النجده جايه علينا دلوقتي، وما تخافوش من حاجه، انتوا دلوقتي في مهمه رسميه وبتحرسوا عربيه المأمور. وبيرجع يسالهم انتوا فين طيب عشان اجيلكم، تعرفوا اسم المكان اللي انتوا فيه، يعني في يافطه مكتوب عليها اسم الشارع؟ جاوبوه بلا. وبيسالهم اذا كانوا في منطقه جبليه ولا سكنيه، وهل في اي بيوت قريبه منهم؟ بيجاوبوه بلا برضه. وهاريسون بيقول له بس في طواحين هوا في المكان ده. كريتزر بيقول له انا كده عرفت انتوا فين، ما تقلقوش انا جاي لكم في الطريق. وبيسالوا اسمك ايه واسم الولد اللي معاك، بيجاوبوا انا هاريسون هو صديق ترافيس. وهنا بقى بنشوف الراجل اللي خرجوه من شنطه العربيه هو المجرم الحقيقي وبيهددهم بالسلاح، وهو اللي خلاهم يكلموا المأمور. وبعد المكالمه بيقعدهم في الكرسي اللي ورا وهم بيصرخوا وبيضربوا برجلهم في الكرسي وبيهددهم بالسلاح، بس ترافيس بيقول له السلاح اللي معاك ده مش شغال ما تخوفناش بيه. والراجل بيقوم ضارب طلقه كده في الهواء عشان يعرفهم ان السلاح شغال، وبيبعد عنهم شويه عشان يدور على مكان يستخبى فيه ويكون مراقبهم منه، بس للاسف بعد محاولات كتير ما بيعرفش يستخبى، فبيرجع تاني وبيسوق العربيه. والاطفال بيسالوه هو انت رايح بينا فين، هترجعنا بيتنا ولا ايه؟ بس هو ما بيردش عليهم وبيقف فجاه وبينزلوا معاه اسلحته وبيستخبى بعيد. وبعد كده بيرجع ويحط ازازه فاضيه جنب العربيه وهو بيرجع يستخبى، والاطفال بيكونوا مستغربين اللي بيعمله وبيشوفوه هو بينشن عليهم بالسلاح وبيفتكر انه هيقتلهم وبيخافوا، بس طلع بينشن على الازازه اللي حطها جنب العربيه، تقريبا كده بيشوف هيعرف ينشن على العربيه ولا لا. وبيرجع لهم العربيه وبيحذرهم انهم يتحركوا من مكانهم لحد ما يجي المأمور وهو هيستخبى، ولو عرفوه مستخبي فين او قالوا له انهم خرجوه من شنطه العربيه مش هيرحمهم وهيقتل عيلتهم كلها قدام عينيهم وحيواناتهم الاليفه كمان، وبعدها بقى هيبقى يقتلهم. وبيسالهم عارفين هتقولوا ايه للمأمور لما يجي؟ فبيسكتوا وهو بيقول لهم ايوه كده هتفضلوا ساكتين وما تردوش عليه، وبيسيبهم ويمشي يروح يستخبى. وهاريسون بيحط ايده في جيبه ويخرج المسدس اللي كان مخبيه وبيقول لصاحبه اول ما يجي يضرب عليه نار وموته. وفعلا اول ما بيرجع تاني
ترافيس بيرفع المسدس عليه عشان يموته، بس ما بيقدرش يدوس على الزناد، وبيدي المسدس لصاحبه بيقول له خد موته انت، والاتنين ما بيقدروش يعملوا له حاجه، وهو بيرجع يستخبى تاني. واخيرا كريتزر بيوصل عندهم، واول ما بيشوفوا جاي عليهم بيقرروا انهم ما يقولوش حاجه علشان الشخص المجرم ده ما يقتلش اهلهم وحيواناتهم الاليفه. ولما بيفتح باب العربيه بيفضلوا ساكتين وباصين له، وبيقول لهم ما تقلقوش هوديكم لحد بيتكم في امان، وهم برضه باصين له وساكتين. فبيسالهم انتوا فتحتوا شنطه العربيه وخرجتوا حد منها صح؟ وبيكرر السؤال كذا مره وهم ساكتين، وده خلاه يتعصب عليهم. وبعدها بيهدى وبيقول لهم ما تخافوش انا مش هاذيكم، وانا الوحيد اللي يقدر يروحكم بيوتكم، قولوا لي هو مستخبي فين. وفجاه بيسمع صوت عربيه جايه فبيستخبى ورا عربيه الشرطه، وبيلاقي الست اللي شافت الاولاد المره اللي فاتت سايقين، ولما بتنزل بتتعصب عليهم وتزعق لهم لانهم سايقين العربيه لوحدهم، وده ممكن يسبب كوارث كتير، بس بتتوتر لما بتشوف كريتزر وبتسكت. فبيطمنها وبيعرفها انه ضابط شرطه وان في مجرم مستخبي ولازم تساعده، وتروح تدور له على مفاتيح العربيه هناك في وسط الزرع. وفعلا بتوافق وبتفضل تدور لحد ما بتشوف المجرم وهو مستخبي، وبتقول له هو المجرم مستخبي هناك، وطبعا الراجل بيضربها بالرصاص، وبعدها بيفضل هو وكريتزر يضربوا نار على بعض، والنتيجه ان هما الاتنين بيتصابوا وسط خوف ورعب من الاطفال وهم مستخبيين جوه العربيه. وبيجي عليهم الليل وهم لسه في العربيه، وبيفضلوا يخبطوا على ازاز العربيه عشان حد ينجدهم، بس الظاهر كده ان كلهم ماتوا. وهاريسون بيخرج المسدس اللي معاه وبينشن على الازاز علشان يفتحه، بس للاسف مش بيعرف يدوس على الزناد، وبيطلب من صاحبه ينشن بداله، وصاحبه برضه مش بيقدر فبيضرب المسدس في الازاز لكنه للاسف مش عارف يكسره، فبيقرر انه يجرب يضربه بالرصاص، واول رصاصه رجع التاني والازاز ما اتكسرش، فبيضرب التانيه وبيتكسر الازاز، وبيفتح هاريسون الباب بكل سهوله وبيجري بسرعه، بس صاحبه لسه في العربيه. بيرجع علشان يشوفه وما خرجش ليه، لقاه بينزف، وبيعرفه ان الرصاصه الاولى اللي رجعت دخلت في بطنه. من غير ما يفكر بيسوق العربيه بسرعه عشان يروح ينقذ صاحبه، وهما ماشيين الضابط كريتزر بيكلمهم على الراديو وبنعرف انه ما ماتش، وبيقول لهم استنوا ما تبعدوش انا هساعدكم، لكن هاريسون ما بيسمعش كلامه وبيفضل ماشي بسرعه عشان ينقذ صاحبه، وبيسوق بسرعه جنونيه، وكريتزر وراه بالعربيه وبيخبطه من ورا كذا مره عشان يوقفه، بس هاريسون بيحاول فجاه وبيخلي الضابط يخبط في بقره معديه، وبكده مش هيقدر يروح وراه تاني، وبيبص لصاحبه بيقول له نجحنا، لكن للاسف صاحبه بيكون تعبان جدا ومش قادر يتكلم، وبيقول له روحني بسرعه. هاريسون خاف عليه وساب بسرعه اكبر وشغل سرينه العربيه عشان ما حدش يوقفه ويوسعوا له الطريق، وبتتصل الشرطيه على جهاز الراديو وهاريسون بيرد عليه عشان تنقذهم، لكنه للاسف ما بيلحقهاش، وبيفضل ماشي بسرعه لكن من غير امل في الوصول، وصاحبه لسه بينزف ومش عارف هيقدر ينقذه ولا لا. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده.